السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ جورة. كنتمنى يا رب الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله الوصفه اللي غنتقاسم معكم وصفه ديال بسيطلات اللي غيكونوا مالحين، نحضروهم في الدار ديال الدجاج وكذلك بالقمرون وكذلك بشويه ديال الخضر. هاد الحشوات هادو غادي يكونوا في حشوه وحده كيجيو رائعين وساهلين. فبسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا مقله غادي ندير فيها بعض الخضر، عندي 5 ديال خيزو او 5 ديال جزر اللي كنحكو بالحكاكه اللي كتكون غليظه كما كتشوف معايا كيكون بهذا الشكل هذا. عندي كذلك 4 ديال القرع، فانا استعملت هنا 4 ديال القرع اللي كانوا غير صغار، فتا هما نفس الطريقه كنحكهم بالحكاكه غليظه. عندي 4 ديال ليشو او 4 ديال الكرم على حسب كل مدينه اشنو كيسميوه، وحكيتو في الحكاكه غليظه. كذلك عندنا هنايا 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، وعندي 100 غرام ديال القمرون. بالنسبه لهاد القمرون هذا انا غسلت القمرون وعبرت هذيك الكميه هي اللي عبرتها، لقيت ان فيها 100 غرام. عندي كذلك 2 معالق كبار ديال الزيتون اخضر اللي مقطع بحال هكا مربعات صغيره، عندي القزبر والمعدنوس، شويه ديال الهريسه، واحد 2 فصوص ديال الثوم اللي كنحكهم، وعندي اللب ديال حامضه كامله. بالنسبه للتوابل غادي نستعملوا التحميره، سكنجبير، فلفل اسود اللي هو البزار والملحه، وعندي هنايا عطريه ديال البسطله ديال الحوت. فهاد الحشوه هذه كتجي رائعه بهاد العطريه ديال البسطله ديال الحوت. غادي نستعمل كذلك صوص الصوجا. فاول حاجه غادي ناخذ هنا واحد الاناء كنحضروا واحد الشرموله باش غادي نشرملوا داك الصدر ديال الدجاج، فكنديروا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكنجبير، شويه ديال البزار كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي ندير 4 معالق صغيره، كيبقى على حسب الذوق، الا كتبغيو الحار ممكن تكثروه، والملحه هي كتبقى على حسب الذوق. كذلك هنا غادي نستعمل العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، فكتباع عند الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال العطريه غتلقاوها عندهم كتباع العبار، فانا خديتها بهذه العلبه هذه. غادي نستعمل منها هنا 2 معالق صغار اللي كيكونوا عامرين. كذلك غادي نديروا داك الحامضه، كنديروا الثومه، كنديروا معلقه كبيره ديال صوص الصوجا. كناخذوا داك التوابل كنخلطوهم مع بعضياتهم، غادي نزيدوا عليهم هنايا 4 كاس ديال الماء، كنديروا داك الصدر ديال الدجاج ديالنا وكنخلطوه مزيان. هذاك الصدر بغينا يشرب لينا داك اللقامه باش منين نبغيو نطيبوه يكون هذاك الصدر شرب لنا اللقامه مزيان وتكون فيه النكهه ديال الحوت. صافي هنا كيف ما كتشوف معايا كنخلطو مزيان وكنغطي بالبلاستيكه وندخلو للثلاجه واحد المده ديال ساعتين حتى كيشرب لينا داك اللقامه. هنا غادي ناخذ المقله اللي كنا درنا فيها الخضره، غادي ندير معاها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ديال العلبه ونغطيها ونديرها على نار اللي كتكون مهيله. بالنسبه لهنايا غادي نستعمل معكم الشعريه. انا كناخذ كاسرونه وكندير فيها الماء، كما كتشوف معايا داك الماء كيبان لكم ان اللون ديالو مغير، فانا هنا استعملت داك القشور ديال القمرون درتهم في هذه الكاسرونه هذه، خليتهم حتى كيغليو مزيان، وكنصفي داك القشور وكناخذ داك الماء هو فاش كنسلق هذيك الشعريه ديال الرز. فانا هنا غنستعمل الشعريه ديال الرز، ممكن تستعملوا الشعريه الصينيه، المهم اللي متوفره عندكم ممكن ديروها. استعملت هنايا 2 ديال القطع كيف ما كتشوفوا كيكونوا بهذا الشكل هذا، كنديروه في داك الماء وكنديروها كنرجعوها فوق البوطه، نخليها واحد 5 ديال الدقائق حتى كتغلي مزيان وكنصفيوها. كتشوفوا معايا ان داك الخضره ديالتي درتها على نار اللي كتكون مهيله وكنغطيها وكنخليها هذيك الخضره حتى كتطلق ليا داك الماء، تشحر ليا مزيان، ما كيبقاش فيها داك الماء وداك الخضره كتهبط ليا، يعني كتنقص الكميه ديالتها كتنقص. صافي وديك الساعه نضيفوا لها المكونات الاخرين. انا من بعد كما كتشوفوا معايا الخضره ديالتي كتكون تشحرات مزيان، غادي نزيد ليها واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. المهم البزار والملحه كيبقى على حساب الذوق ديالكم نتوما. هنا غادي نزيد 2 معالق صغار اللي كيكونوا عامرين ديال داك العطريه ديال الحوت، وغادي نزيد كذلك واحد شويه ديال الهريسه. كنشحروا هذيك الحشوه ديالنا ديال الخضره كنشحروها مزيان ما كيبقاش فيها كاع الماء، وغادي نضيف عليها واحد 5 ديال القطع ديال الفرماج اللي كنستعملوا في لي ساندويتش. هاد الحشوه هذه راه ماشي غير بنينه، واحد المذاق فيها ما غتصوروش، غير جربوها كتجي رائعه هاد الحشوه هذه. كصافي من بعد كنخلي هذيك المقله ديالتي على نار اللي كتكون مهيله، ومن بعد كنبقى كنضيف هذاك الفرماج وكنخلط داك الفرماج مزيان حتى كيذوب ليا وكيتعلك ليا مع داك الخضره. صافي هنا كنطفي عليها البوطه، كنزيد عليها واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس وكنخلطوا هذيك الحشوه ديالنا، كنخليو هذيك الحشوه ديالنا في الجانب كتبرد. هنا من بعد غادي نزيد هذا المكون هذا اللي هو الفطر الاسود اللي كيكون جاف، يعني اللي كيكون كارم او يابس، فما ذكرتوش لكم في الاول في الوصفه، ماشي مشكل الا متوفر عندكم ضيفوه، فهو كيزيد لينا الكميه ديال الحشوه، كتولي عندنا حشوه كثيره. ما كانش عندكم ماشي مشكل ممكن تستغناو عليه. فغادي ندير منه 20 غرام كنديرو في كاسرونه على ما اللي كيكون مغلي، وكنخليه حتى كيغلي مزيان، ومن بعد كنصفيه كنقطعوه قطع صغيره وكندوزو باش كنشحروه. غير انا ملي كنسلقو كندير معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض باش كيهرس لينا ديك الريحه ديال الزفوريه اللي كتكون فيه. صافي من بعد هنا كناخذ المقله اللي شحرت فيها هذيك الخضره، هي اللي كندير فيها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وكندير فيها داك الفطر اللي كنقطعو بحال هكا مربعات صغيره، غادي نسمو بشويه ديال الملحه وشويه ديال البصار وكنخليه حتى كيتشحر مزيان كيتقلى ليا كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ندوزو نكملوا المكونات ديالنا الاخرين. هنا غادي ناخذ مقله وغادي ندير على نار اللي كتكون
متوسطه وكندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده. فانا هنا غادي نشحر غير بالزبده ديال العلبه، ممكن تستعملوا الزيت، المهم اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. وكندير داك القمرون، غادي نزيد ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البصار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا ملي كنديروا داك القمرون كنجهدوا البوطه ديالنا وكنخليوه حتى كيتشحر مزيان تقريبا واحد 2 ديال الدقائق. صافي كتاخذوا داك الحبه ديال القمرون كتشوفوا انها الا ولات رطبه كتعرفوا ان القمرون ديالكم رطب، صافي كتحيدوه. هنا نفس المقله غادي ندير فيها كذلك معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه هنا الصدى ديال الدجاج ملي كنديرو ما كنضيف ليه لا ماء حتى شي حاجه وما كنغطيهش، كنخليه على البوطه اللي كتكون مجهده، كنبقى بحال هكا مره وانا كنحركو. هذاك الصدر ديال الدجاج غادي يطلق لينا الماء كيف ما كتشوفوا معايا كيكون بهذا الشكل هذا. كنبقاو مجهدين عليه البوطه وحنا مره وحنا كنحركوه. هنا بعد كنكونوا وجدنا الحشوات ديالنا كاملين كنخليوهم في الجانب كيبردوا وكندوزو باش نقادو الشعريه. بالنسبه هنايا الشعريه كنقطعها بحال هكا مربعات صغيره بداك المقص وغادي نكها بواحد المعلقه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال الهريسه، 2 معالق صغار ديال صوص طوجه، وكندير فيه واحد شويه ديال الملحه وواحد شويه ديال الربيع. صافي وكنخلط هذيك الشعريه مزيان حتى كندمجوا داك المكونات معاها وكتنسم لينا هذيك الشعريه كتجي بنينه ملي كنديروا هذه الطريقه هذه. غادي نضيف عليها داك الخضره وكنضيف كذلك داك الفطر وكنخلطوا هذوك المكونات. ممكن تكتاو فيه غير بهاد الحشوه بحال هكا كتجي بنينه ورائعه. ممكن ثاني تزيدوا عليه هذاك الصدى ديال الدجاج اللي حضرنا وداك القمرون، المهم داك الشيء كتبقى على حسب نتوما اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. انا كنديروا داك الصدر ديال الدجاج، كنديروا القمرون، نديروا الزيتون وكنخلطوا هذيك الحشوه ديالنا حتى كتخلط لينا مزيان وكنخليوها حتى كتبرد. عاد داك الساعه كنعمروا بها البسيطلات ديالنا. هنا بالنسبه ليا انا غنستعمل الورقه ديال البسطيله اللي كانت صغيره بهذا الشكل هذا. كناخذ ديك الورقه ديال البسطيله كندير فيها تقريبا 2 معالق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال داك الحشوه وكنديرها بحال هكا في الجنب لتحت وكنطوي داك الجوانب كنطويهم وكنبقى بحال هكا كنلوي حتى كنحصلوا على واحد المخده اللي كتكون صغيره كما كتبان لكم هنا في الفيديو. المهم بالنسبه لي انا كتشوفوا هنايا انني حطيت الزيت، ولكن هاد الزيت هذا انا ما استعملتوش. الا كتبان لكم هنا ان راه الورقه شويه ميدمه، الا كانت عندكم الورقه ناشفه فضروري كدهنوها باش كتجي مقرمله. انا بانت لي هاد الورقه هذه ميدمه بزاف فما درتش مازال الزيت. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى. كندير داك الحشوه في الجنب لتحت وكنطوي هذوك الجوانب كنرجعهم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. هذيك الحشوه كنلويها حتى كنديرها على شكل مخده كتجي بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كنكون كملتهم كاملين بالنسبه لهاد الكميه هذه، بالنسبه لهاد الحشوه هذه خرجت ليا 20 ديال البسيطلات اللي كانوا بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ داك الزيت كندهن غير شويه، ما كندهنش بزاف، كندهن غير واحد النقيطات شويه من الفوق وكندخلوا هذوك البسيطلات ديالنا حتى كيتحمروا مزيان وكيتكرملوا ونقدموهم بالصحه والراحه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كيكونوا هادو هما البسيطلات ديالي. كنتمنى يا ربي يعجبوكم، كيجيو رائعين. بالنسبه للتزيين زينتهم بشويه ديال الخس، كذلك واحد شويه ديال الحامض اللي قطعته بحال هكا شرائح وقسمتهم في النص وزينتهم من الفوق، شويه ديال القمرون اللي كنقليه شويه. بالنسبه للتزيين كيبقى على داكشي متوفر عندكم. هنا غادي نحلهم معكم من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الحشوه اللي كتكون مخلطه ما بين الخضار كذلك ما بين داك الفطر اللي زدنا، فكيجيو رائعين. وكتكون هذه الوصفه ديال اليوم. كنتمنى يا ربي تعجبكم، كنتمنى انكم لا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وعجبكم المحتوى ديالها كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ضغطوا زر الاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.